يا هلا بيكم. النهاردة في الشرح بتاعنا هنتكلم عن موضوع بيمسنا كلنا تقريبا في الصميم. هنتكلم عن سيكولوجية الخوف من الهجر. في الدقايق اللي جاية هنفهم مع بعض إحنا ليه ساعات بيكون لنا ردود أفعال عاطفية قوية جدا ومربكة جدا جوه علاقاتنا. هنفهم الخوف ده بيتكون إزاي من الأساس، والأهم من كده إزاي نقدر نعالجه ونبني أمان حقيقي جوانا. يلا بينا نبدأ. عمركم سألتوا نفسكم ليه رسالة بسيطة جدا لو اتأخر الرد عليها ممكن تقلب يومنا وتعمل حالة ذعر رهيبة؟ ليه مجرد تغير بسيط قوي في نبرة صوت حد بنحبه أو كلمة اتقالت ببرود شوية بنترجمها فورا على إنها كارثة هتحصل؟ الموقف من بره يبدو عادي وممكن يتفوت، لكن من جوه الإحساس بيكون كأن الأمان كله بينهار وكل حاجة حلوة بتتسحب من تحت رجلينا. طيب، خلونا ندخل في تفاصيل الموضوع ده شوية. أول ما بتحصل المواقف البسيطة دي، العقل بيبدأ يشتغل زي المكنة ويطرح أسئلة سريعة جدا ورا بعض. هل هم اتغيروا من ناحيتي؟ هل أنا عملت حاجة غلط ضايقتهم؟ هل هيسيبوني؟ هل أنا بقيت حمل تقيل؟ أو هل هيختفوا زي اللي قبلهم؟ لو تلاحظوا، رد الفعل الداخلي هنا أضخم بكتير من الحدث الخارجي نفسه. العقل بيتعامل مع الموقف كأنه خطر حقيقي ومباشر بيهدد استقرارنا العاطفي بالكامل. وده بياخدنا للجزء الأول من تحليلنا، القلق المبدئي ووهم الهجر، الخوف العميق من إننا ما نكونش كفاية. الحقيقة هنا إن الخوف من الهجر نادراً ما بيكون مجرد خوف من إننا نفقد وجود شخص معين في حياتنا. القصة أعمق من كده بكتير. الخوف الحقيقي هو الرعب من الإحساس اللي بيجي بعد البعد، إحساس إننا مش محبوبين، مش مرغوب فينا، وإن محدش بيختارنا، وإحساس فقدان الأمان التام. ولما بيحصل أي تغير في التعامل، الأجزاء القديمة اللي لسه ما اتعالجتش جوانا هي اللي بتصحى وتترعب من فكرة إننا نتنسي. وده بالظبط اللي بيخلي العلاقة تتحول لمصدر قلق مستمر وتوتر، بدل ما تكون مكان للراحة والطمأنينة. ودلوقتي نيجي للجزء الثاني، الجذور الخفية للألم القديم. يا ترى الخوف ده بيبدأ منين أصلاً؟ المشاعر القوية دي مستحيل تيجي من فراغ، هي ليها جذور وتجارب في الماضي مهدت الطريق لكل القلق اللي بنحسه دلوقتي. الخوف ده ممكن يبدأ من الطفولة، لو حد اتربى في بيئة فيها حب مشروط، يعني بيتحب ويتقدر بس لما يكون هادي أو بيسمع الكلام واحتياجاته بتتجاهل تماما وقت الزعل. بعد كده بنكبر وممكن نمر بعلاقات سابقة فيها فقد مفاجئ أو خذلان أو وعود ما اتنفذتش. كل ده بيتراكم فوق بعضه ويوصل لنا للحاضر، فبيخلينا ندي ردود أفعال مبالغ فيها جدا تجاه مجرد الصمت، وبنحس إن أي علاقة إحنا فيها دلوقتي هشة جدا وممكن تنهار في ثانية. واللي بيوضح الفكرة دي ببراعة هو تشبيه إنذار الحريق الداخلي. تخيلوا إن جهاز الإنذار اللي جوانا بيضرب بصوت عالي جدا ومزعج بسبب شوية بخار ما عملهمش أي ضرر، مش بسبب حريقة حقيقية. نظام الدفاع الداخلي بتاعنا بيفهم أي مطبات أو خناقات بسيطة في العلاقة على إنها تهديد كارثي، ويبدأ يدينا إنذارات بالخطر، مع إن في الواقع مفيش أي خطر حقيقي بيستدعي كل الرعب والهلع ده. ننتقل بقى للجزء الثالث، الحب مقابل الخوف من الهجر، وإزاي الخوف ممكن يتنكر في صورة حب. هنا إحنا محتاجين نفرق بوضوح قوي بين إننا نكون بنحب حد بصدق وبين إننا نكون ماسكين فيه ومكلبشين لمجرد إننا مرعوبين يتخلى عننا. المقولة دي بتلخص الفكرة دي بشكل أبقري، زي الشخص اللي خايف الكوباية تقع من إيده فبيمسكها بقوة شديدة جدا لحد ما تتكسر. أحيانا من كتر رعبنا من فكرة الهجر بنخنق العلاقة بالمراقبة والشك والأسئلة الكتير، والضغط ده للأسف بيكون هو السبب المباشر في إننا نخسر العلاقة اللي بنحاول بكل الطرق إننا نحافظ عليها. يعني إحنا اللي بنصارع النهاية من غير ما نقصد. والشيء المثير للاهتمام بجد في المقارنة دي هو التناقض الواضح. الحب الصحي بيدي مساحة للنمو، بيحترم الحدود، مبني على الثقة، وبيخلينا عايزين نقرب من بعض براحتنا. لكن على الناحية التانية، الخوف من الهجر بيخلينا نكش ونصغر، بيشوف المسافات والحدود الشخصية على إنها تهديد، بيترعب من فكرة الغياب، ومبني بالكامل على حالة من الهلع المستمر. باختصار، الخوف بيقيدنا، لكن الحب بيوسع دنيتنا. ومن هنا بتظهر مأساة حقيقية، وهي خطر الألم المألوف. في ناس كتير بيقبلوا يفضلوا في علاقات مؤذية، باردة، أو فيها تجاهل واضح. ليه؟ لأنهم بيحسوا إن الألم اللي هم متعودين عليه ده أأمن بكتير من رعب المجهول وإحساس الوحدة. بيفضلوا يعانوا جوه العلاقة، ولا إنهم يواجهوا فكرة إنهم يكونوا لوحدهم، بالرغم من إن الوحدة وإنت جوه علاقة أحيانا بتكون أقصى وأوجع بكتير من الوحدة الحقيقية. نيجي بقى للجزء الرابع، خطوات محو الأمان الداخلي. إزاي نعيد بناء بيتنا الداخلي؟ عمر ما في إنسان هيقدر يبني بيت آمن مع حب لو هو أصلاً ما بناش الأمان ده جواه. دي المرحلة الأولى للأمان الداخلي. أول حاجة محتاجين نعترف بخوفنا من غير أي كسوف أو جلد للذات. تاني حاجة نراقب إيه هي المواقف اللي بتحفز خوفنا ده. تالت حاجة نسأل نفسنا في لحظة الخوف،
هل الخطر ده حقيقي بيحصل دلوقتي ولا دي مجرد ذكرى قديمة بتتعاد؟ عشان كده النقطة الجوهرية هنا هي إننا نتعلم التهدئة الذاتية قبل ما ناخد أي رد فعل أو نبعت رسالة نندم عليها، والأهم من كل ده إننا ننوع مصادر سعادتنا. بلاش نخلي شخص واحد بس هو كل عالمنا ومصدر أماننا الوحيد. وفي الجزء الثاني من بناء الأمان الداخلي مهم قوي إننا نختار العلاقات الآمنة والمستقرة بدل ما نجري ورا الإثارة والفوضى اللي بتستنزفنا، ومحتاجين نتعلم نرسم حدود واضحة حتى لو كنا خايفين، ونتقبل إن الفقد بيوجع، أكيد بيوجع، لكنه أبداً مش نهاية الحياة. ولازم نتعامل مع طفلنا الداخلي الخايف ده برحمة وحنية، وما نترددش نطلب مساعدة من مختص لو حسينا إننا مش قادرين نتجاوز لوحدنا. وافتكروا دايماً العلاقة الصحية ممكن تبان هادية أو حتى مملة شوية للجهاز العصبي اللي متعود دايماً على القلق والمطاردة، بس هو ده الأمان الحقيقي. نوصل للقسم الخامس والأخير في شرحنا، ألا نهجر أنفسنا أولاً، الحد الفاصل والأهم في أي علاقة. التخلي عن النفس هو أكتر حاجة ممكن تدمرنا من جوه، وهو أسوأ سيناريو ممكن نمر بيه. المقولة دي ليها وزن كبير جدا ولازم نقف عندها، لا تهجر نفسك حتى لا يهجرك أحد. إننا نتنازل عن احتياجاتنا ونلغي صوتنا تماما ونتجاهل كرامتنا وحدودنا لمجرد بس إننا نحافظ على وجود شخص تاني في حياتنا، ده يعتبر أسوأ أنواع الهجر على الإطلاق. لأنك ممكن تكون مع شخص بس فعليا أنت سايب ومضيع نفسك، والسلام الداخلي بيكون اختفى تماما. وعشان نختم موضوعنا النهاردة، حابين نسيبكم مع السؤال العميق ده اللي بجد محتاج تأمل. أنا خايف أخسر إيه؟ وهل خوفي من الفقد ده خلاني بالفعل أفقد نفسي؟ خلونا ناخد نفس عميق كده ونعيد التفكير في علاقتنا. كل إنسان فينا يستحق يتحب من غير ما يضطر يثبت قيمته كل يوم، ويستحق إنه يطمئن ويكون على طبيعته. شكراً جداً لمتابعتكم، وبتمنى إن تحليلنا ده يكون نور جزء جديد جواكم وساعدكم تفهموا نفسكم أكتر.